السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هقدم لكم دلوقتي الفصل الرابع من رواية هازارد، أو الجزء الثاني من رواية ما وراء الظلام. بس زي ما احنا متعودين دايما في بداية كل فيديو جديد، قبل ما نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا بعرض لكم الكومنتات بتاعتكم اللي بتجاوبوا فيها على السؤال بتاع نهاية الفصل اللي فات. وأول كومنت معانا من الكومنتات بتاعتكم من ساندي، بتقول ممكن عمر يكون عامل خطة مع الرئيس بتاعه في الشغل عشان ينقذوها، بلس ان شاء الله ياسمين مش هيحصل لها حاجة. فاينلي احب اقولك ان انا كمان بحبك يا قمر. والكومنت اللي بعده من ياسو عادل، بتقول تحفة تسلمي لي جميلة، وبتقول برضو ممكن عمر ينقذ ياسمين. ونختم بقى بالكومنتات القمر دي من كاتاليا وجمانة اليافعي وساندي، ما تحرمش منكم ابدا يا حلوين. ودلوقتي بقى بعد ما خلصنا المقدمة بتاعتنا، يا ريت قبل ما ابدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية ان شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. وقفنا في الفصل اللي فات لما عمر كان عامل خطة هو ويوسف اخو المجرم اللي اسمه جعفر، اللي عمر لسه قابض عليه، عشان يهربوا المجرم اللي اسمه جعفر. وعمر في الاخر خلف وعده مع يوسف بانه قبض عليه هو واخوه الاتنين مع بعض. وساعتها عمر وقف قدام يوسف وسأله فين ياسمين. يوسف بعصبية بص حواليه ورجع بصله تاني وقال له: كنت متأكد انك هتعمل كده، وعشان كده مراتك دي انت تترحم عليها، عشان انا بلغت رجالتي ان لو ما كلمتهمش في خلال نص ساعة بعد العملية يخلصوا عليها. عمر مثل انه اتصدم وزعل ورجع كام خطوة لورا وادى ظهره ليوسف، وبعدها رجع لفله تاني وهو مبتسم وفضل يضحك بصوت عالي وقال له وهو بيضحك: هو حد ضحك عليك وقالك اني مغفل؟ هو في حد عاقل يدي الناس زيكوا الامان؟ فاكرني هسيب مراتي تحت ايد واحد زيك وهعمل له على اساس مجرد اتفاق بينا؟ ده انت طلعت مغفل بصحيح. يوسف ظهرت على وشه علامات الاستغراب وبقى يبص لعمر والرائد امجد وهو مش فاهم حاجه. وبعدها الرائد امجد قرب منه كام خطوه واتكلم: دكتوره ياسمين زمانها في بيتها دلوقتي معززه مكرمه ومن بدري. في مكان تاني عند ياسمين قبل 4 ساعات، بره الأوضة اللي ياسمين جواها، يوسف كان واقف وبيتكلم مع واحد من رجالته: أنا هروح دلوقتي أجيب أخويا وأتمنى الخطة تمشي زي ما اتفقنا عليها بالظبط. هو حضرتك هتأمن لهم يا يوسف بيه؟ يوسف سكت شوية وبعدين قال له: أكيد لأ، أنت فاكر إني هرجعها له غير لما آخد أخويا ونهرب؟ لما أمشي دلوقتي أنا والرجالة أنتوا هتاخدوها من هنا تروحوا على المكان اللي اتفقنا عليه، وأنا هروح أجيب جعفر بيه، وأنا على الطريق لما أضمن إنهم مش جايين ورانا وإن عمر باشا ما غدرش بيا، ساعتها هكلمك في التليفون تبعت له رسالة بمكانها وتسيبوها وتمشوا انتوا كمان، ماشي؟ تمام يا باشا، أنا برضو قلت كده، لازم نحرص منهم، دول مش سهلين. مين دول اللي مش سهلين؟ إحنا اللي بيتخاف مننا، أنت بتقول إيه؟ أيوة يا باشا طبعا معاك حق، أنا آسف. الرجالة جاهزين بره؟ كله تمام يا باشا، عيب عليك. طب يلا بينا عشان ما نتأخرش، وزي ما اتفقنا ها، بعد ما رن عليك تبعت له رسالة بمكانها، قبل كده لأ. طب ولو ما كلمتنيش يا باشا؟ نعم، انت بتقول ايه؟ يا باشا ما اقصدش، انا قصدي يعني لو حصل عوق في الحوار وقدروك، ساعتها اعمل ايه في البت انا والرجال اللي معايا؟ يوسف سكت شويه وهو بيفكر وبعدين قال له: لو ما كلمتكش في حدود نص ساعه من بعد ميعاد العمليه خلص عليها. في مكان تاني في نفس التوقيت ده، في مكتب في اسم الشرطه، كان في ضابط قاعد على كرسي وقدامه شاشه مبينه مكان معين وفيها نقطه حمراء. الضابط قال لعمر: هو ده مكانهم يا فندم. عمر بص للرئيس بتاعه وقال له: ها بقى يا امجد باشا، مش يا دوب نروح نجيبها؟ ايوه هبعت قوه دلوقتي حالا. طيب احنا يا دوب برضه نجهز عشان نتحرك يا فندم، وانا عاوز الحقها قبل ما نبدا في تنفيذ الخطه بتاعتنا مع يوسف، لحسن يكون ناوي على حاجه كده ولا كده. ما تخافش يا عمر، احنا مش بنلعب، ركز انت في مهمتك يا بطل وما تشغلش بالك بحاجه تانية، وقبل ما تكون انت ويوسف قصاد بعض في مكان المقابله هتكون مراتك رجعت بيتها معززه مكرمه. اتمنى. بعد ما قبضوا على يوسف وجعفر ورجعت ياسمين لبيتها، رجع عمر لشغله عشان يكمل باقي الإجراءات. الساعة 11 بالليل، ياسمين كانت قاعدة في الأوضة على السرير متغطية بالبطانية ومحاوطة نفسها بإيديها وبتترعش، وندى كانت قاعدة جنبها وحضناها. ندى اتكلمت بحزن وقالت: انت مش ناوية تتكلمي يا ياسمين بقى؟ أنا سايباكي من ساعة ما رجعتي عشان ما تقلش عليكي، لكن أنا محتاجة أفهم، وبعدين صدقيني لو اتكلمتي هترتاحي. ياسمين هزت راسها يمين وشمال وعينيها مليانة دموع. طب عمر فين كل ده بس يا ربي؟ ما بيجيش ليه بقى؟ فجأة سمعوا صوت الباب بيتفتح. ايه ده، شكله جه،
مش عارفة اتكلم من بدري. وكانت لسه هتقوم من جنب ياسمين، بس ياسمين مسكت في دراعها. ندى بحزن بصت على دراعها وملست على شعر ياسمين وقالت لها بهدوء: هقوم اشوف عمر بس واجيلك على طول. ياسمين بدأت ترخي ايديها وتسيب دراع ندى. خرجت ندى من الأوضة وراحت على الصالة عشان تشوف عمر. ياسمين وهي في الأوضة لقت فجأة باب البلكونة اتفتح جامد، زي ما يكون الباب ما كانش مقفول كويس وجه هوا جديد فتحه. ياسمين بصت للباب بسرعة. أول ما اتفتح لقت هوا جديد عمال يدخل والستاير عمالة تطير جامد، ومش هتقدر تستحمل الهوا ده كتير. فضلت تنادي على ندى عشان تيجي تقفل باب البلكونة: ندى يا ندى، لكن ندى ما سمعتهاش وما جاتش. ياسمين استسلمت وقررت تقوم تقفله بنفسها. شالت البطانية من عليها بالراحة ورجعت خصلة من شعرها المفروض لورا، وقامت بالراحة وبتعب وراحت ناحية البلكونة. وهي جاية تقفل الباب حست زي ما يكون في حركة في البلكونة. اتخضت ورجعت لورا، بس الفضول خلاها عاوزة تطلع البلكونة وتشوف هيكون في ايه يعني. المفروض في مفتاح جنب باب البلكونة جوه الأوضة بيفتح لمبة البلكونة من بره. ياسمين جت تمد ايديها عشان تفتح النور ده، بس ما لقيتش مفتاح النور. فضلت تحسس بايديها على الحيط عشان تلاقي المفتاح وتفتحه، وفي نفس الوقت بتبص بعينيها جوه البلكونة وهي لسه واقفة في الأوضة، بس ما كانتش لاقية المفتاح. فلفت وشها يمين عشان تبص على مفتاح النور، وفي نفس اللحظة اللي كانت بتلف فيها وشها حست زي ما يكون لمحت حاجة بتنط من البلكونة. راحت ياسمين مصوتة وجريت بسرعة على البلكونة تبص على الشارع، ما لقيتش حاجة. فضلت واقفة دقيقة تستوعب اللي حصل. يمكن اللي حصل ده كان بيتهيأ لها من الضغط النفسي اللي هي فيه، لأن اللي اتعرضت له ده ما كانش شوية. فضلت واقفة مكانها وغمضت عينيها شوية وقالت تشم شوية هوا وتتنفس بعمق يمكن ترتاح. حست بحد بيحضنها من ظهرها وبيحوطها بإيديه، فكرته عمر. ففضلت مغمضة عينيها وهي حاسة بحرارة أنفاسه جنب رقبتها. شوية وطبع بوسة على رقبتها وقال لها بصوت هادي: بحبك. وفجأة اختفى. لفت بسرعة على أساس هتلاقي عمر واقف وراها، بس ما لقيتش حد. هنا ياسمين اتأكدت إن أعصابها تعبانة ولازم ترتاح. اتلفتت حواليها شوية في البلكونة لأنها متأكدة إن اللي هي حست بيه ده ما كانش تهيؤات، لكن ما لقيتش حاجة خالص. وحست بدوخة فرجعت أوضتها بسرعة وقفلت باب البلكونة كويس ونامت على السرير واتغطت. تاني يوم الصبح حست ياسمين بإيد ماشية على وشها بالراحة وهي مغمضة. لوهلة افتكرت اللي حصل امبارح في البلكونة ففتحت عينيها بسرعة ورجعت لورا بفزع، بس المرة دي لقت عمر في وشها ومخضوض من رد فعلها. عمر قرب منها بسرعة وحاول يهديها: أنا آسف، ما كانش قصدي أصحيكي من النوم. ياسمين قربت منه بسرعة واترمت في حضنه وهي بتعيط: انت كنت فين امبارح طول اليوم؟ أنا كنت محتاجاك، كنت محتاجة حضنك ده، كنت محتاجة أحس بالأمان. عمر حضنها جامد وعينيه فيها دموع: أنا آسف، والله العظيم آسف، حقك عليا، ما كانش قصدي أحطك في ده كله، حقك عليا يا ياسمين، أوعدك اللي حصل ده عمره ما هيتكرر تاني. ياسمين فضلت تعيط جامد وتتنفض وتترعش من الخوف، وعمر بيحاول يحتويها على قد ما يقدر. فضل يحضن فيها جامد ويملس على شعرها وظهرها ويكلم فيها ويطمن فيها لحد ما هديت شوية. في اسم الشرطة، بالتحديد في الزنزانة اللي كان موجود فيها يوسف وجعفر وشوية من الرجالة بتاعهم. بعد ما يوسف حكى لأخوه جعفر عن كل اللي عمله عشان يخرجوه، أخد يوسف باله من واحد من الرجالة بتوعه اللي كان مفروض إنهم مع ياسمين، فقرب منه بسرعة ومسكه من لياقة التيشيرت بتاعه وزعق له: فين البت اللي كانت معاكوا؟ ها؟ حصل ايه انت؟ اهدى بس يا يوسف بيه وهحكي لحضرتك على كل حاجة. جعفر وهو قاعد مكانه قال ليوسف بصوت عالي: اهدى يا يوسف، مش كده، انت مش شايف نفسك فين ولا ايه؟ استنى، انت مش فاهم حاجة يا يوسف بيه، كان غصب عننا والله، استنى بس وهشرح لحضرتك كل حاجة. يوسف زق وسابه. ها انت. الراجل حط ايده على رقبته وفضل يكح شوية واخد نفسه وبدأ يتكلم: احنا خدنا البنت زي ما حضرتك قلت لنا وكنا رايحين بيها على المخزن، بس واحنا في الطريق العربيات بتاعتنا عطلت يوسف قاطعه وقال له: عربيات؟ عربياتكم كلكم يعني ولا ايه؟ ايوه والله زي ما بقول لحضرتك كده، احنا كنا عربيتين، انا كنت في العربيه اللي قدام اللي فيها البت، وانا سايق فجاه لقيت العربيه وقفت، فضلت احاول اشغل فيها ما دارتش، فنزلت اشوف فيها ايه، لقيت العربيه اللي ورايا هي كمان واقفه، فكرت وقف لما انا وقفت، جالي وسالني في ايه وقلت له العربيه عطلت فجاه،
قال لي ان عربيته هي كمان عطلت. فضلنا انا والرجاله كلهم نحاول نشغل في العربيتين، معرفناش، وما فاتش ساعه تقريبا ولقينا الحكومه جايه علينا. وحياة امك، وانت عايزني اصدق الهبل اللي انت بتقوله ده؟ يوسف بص لاخوه بصدمه وقال له: شايف الهبل؟ شايف الرجاله اللي مشغلهم معايا بيعملوا فيا ايه؟ بيبيعوني. الراجل قطعه وقال له بخوف: والله يوسف بما بعناك، والله هو ده اللي حصل زي ما بقول لك كده، واسال بقيه الرجاله. والله ازاي؟ اقنعني كده، ازاي اصدق الهبل اللي بتقوله ده؟ ازاي يعني؟ ايه العربيات بتاعتكم انتوا الاتنين تعطل في نفس ذات اللحظه، وبعدها بشويه تلاقي الحكومه جايه تاخدكم؟ ايه بيتحكموا في عربياتكم بالريموت كنترول؟ انت عبيط يالا ولا اهبل؟ ده انت امك داعي عليك في صلاه الفجر على اللي هتشوفه مني ده. هنا جعفر نده على اخوه وقال له: يوسف اهدى كده وتعالى اقعد عشان نعرف نفكر، ملوش لازمه الكلام في اللي فات، خلينا نفكر هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده. هنعمل ايه يعني؟ ايه؟ كل حاجه باظت خلاص، احنا ضعنا على الاخر. ما تقولش كده، اهدى واحنا نعرف نفكر. تاني يوم في بيت والد ووالدة عمر، كانوا قاعدين بيتغدوا، ووالدة عمر وجهت كلامها لياسمين: مالك يا ياسمين؟ شكلك تعبانة يا حبيبتي. لا مفيش حاجة يا ماما، أنا كويسة أهو. أصلك بتسرحي كتير كده، أكلتك مش عجباني. ليه بس؟ ما أنا باكل كويس أهو. طيب يا حبيبتي. وسكتت شوية بعدين كملت: طب إيه، مفيش حاجة كده ولا كده؟ حاجة إيه؟ فهمت حضرتك، لسه. طب ومستنيين إيه يا حبيبتي؟ عمر اتدخل وقال لمامته: ماما ممكن بلاش كلام في الموضوع ده دلوقتي. ياسمين بصت لعمر وقالت له: عادي يا عمر، مفيش مشكلة. معلش أنا أصلا مش حابب أتكلم فيه. والد عمر هو كمان اتدخل وقال له: ليه يا عمر يا ابني، في حاجة ولا إيه؟ لا يا بابا مفيش. ياسمين مسكت إيد عمر وبصت له. عمر بصلها ومسك إيديها وبسها وقرب منها وهمس لها: أنا عارف إنك ما بتحبيش تتكلمي في الموضوع ده، فما تضغطيش على نفسك عشان خاطر حد. بس أنا ما عنديش مشكلة لما يسألوا ونقول لهم إن لسه ربنا ما أردش، عادي يعني. طيب هو ده اللي احنا قلناه، مفيش داعي بقى للدخول في تفاصيل. ياسمين ابتسمت لعمر وسكتت. ندى اتكلمت مع ياسمين بصوت واطي وقالت لها: في حاجة ولا ايه؟ انت اتضايقتي؟ لا خالص يا حبيبتي، مفيش مشكلة. بعد الغدا كلهم كانوا قاعدين في الصالة، ومامة ندى طلبت منها تقوم تعمل شاي، وندى قالت لياسمين تيجي معاها، ودخلوا هما الاتنين على المطبخ. ندى وهي بتعمل في الشاي: ها مش ناوية تحكي برضو؟ ياسمين وهي واقفة ساندة ظهرها للرخامة: مش حابة افتكر. يا بنتي دي لسه حاجة حاصلة معاكي، لو مش حكيتيها دلوقتي وانت لسه فاكراها اصلا هتحكي امتى يعني؟ بعد مدة لما تكوني نسيت التفاصيل والاحاسيس الوحشة دي، وساعتها بقى هتبقي بتفتكريها فعلا. وبعدين على فكرة، في حاجات كده لازم تحكيها عشان تنسي، لما بتحكي بتخففي من على قلبك وهتنسي بسرعة. وبعدين كمان مش احنا بنحكي لبعض كل حاجة؟ ولا خلاص دلوقتي بعتيني بقى واكتفيتي بعمر؟ ولا بعتك ولا حاجة. بصي احنا نخلص الشاي ده ونطلع البلكونة ونتكلم بره براحتنا، تمام؟ قشطة، يلا بينا. خلصوا الشاي وجهزوا صواني الفاكهة وطلعوا كل حاجة للصالة، وخدوا هما الاتنين شايهم وطلعوا على البلكونة. ها بقى يا ياسو احكي وبالتفصيل. ياسمين حكت لندى على كل حاجة بالتفصيل، من ساعة ما كانت في المستشفى في أوضة اللبس وحست فجأة إن في حد بيحط حاجة على بقها، وفقدت الوعي وصحيت لقت نفسها في أوضة أو بدروم ضلمة، وحكت لها عن مشاعرها وخوفها والطريقة اللي الشرطة أنقذتها بيها. لا ثواني كده، انتي بتقولي إن العربيات عطلت قبل ما الشرطة تيجي؟ أيوه زي ما بقولك كده. إزاي بس الكلام ده؟ مش غريبة؟ ياسمين سكتت شوية وراحت بعينيها في الناحية التانية. ندى بصت لها كده وبعدين قالت: في حاجة يا ياس ولا ايه؟ ها لا، حاجة زي ايه؟ في حاجة حصلت كده ولا كده ومش حكيتيلي عليها؟ هيكون في ايه يعني؟ انا اللي بسألك على فكرة يا ياسو. بصراحة. ها سكت ليه؟ احكي بقى. يا لهوي عليكي، انتي ما كنتيش كده، ده انا بقيت بشحت منك الكلام. هحكي اهو. وبعدين هو انتي بتسيبيني؟ ده انا لما بدخل الحمام انتي بتعرفي يا ندى. طب احكي يلا. بصراحة كده حصل حاجة، بس خايفة احكيلك عليها تقولي عليا مجنونة. لا ما هو احنا كلنا عارفين كده كده انك مجنونة. والله؟ طيب بصي. بصيت. ياسمين حكت لها على الموقف او الحلم اللي حلمته لما صحيت لقت الباب اتفتح لها وان في حد جه يكلمها ويطمنها، وبعدها رجعت مكانها ونامت، ولحد دلوقتي هي مش عارفة ده كان حقيقي ولا حلم. ندى فضلت ساكتة بعد ما ياسمين خلصت كلامها. ندى. ها نعم معاكي. طب ايه؟ ايه في ايه؟ رأيك ايه في اللي قلتهولك ده؟
بصي معرفش بصراحة. طب انتي حصلك اي حاجة تانية غير الموقف ده؟ يعني اي حاجة تانية غريبة ومش طبيعية؟ ياسمين مسكت كوباية الشاي بايديها الاتنين ولفت وشها لحافة البلكونة وبصت للشارع، وافتكرت الموقف اللي كان حصل لها في البلكونة بالليل. غمضت عينيها وجت تاخد نفس عميق، حست ان في صوت في ودنها بيقول لها ما تحكيش. ياسمين فتحت عينيها فجأة وشهقت ولفت وشها الناحية التانية. ندى وهي مخضوضة: مالك يا ياسو، شريتي ولا ايه؟ ياسمين وهي بتاخد نفسها بصعوبة وبتنهج: مش عارفة، يظهر حاجة زي كده. طب استني هروح اجيبلك مية. ماشي يا ريت بسرعة. حاضر. وجريت ندى على جوه عشان تجيب لها كوباية مية. ياسمين فضلت واقفة حاطة ايديها على صدرها وانفاسها بقت سريعة، وبتبص حواليها في كل حتة وكأنها بتدور على اي حد او اي حاجة، مش عارفة نفسها بتدور على ايه. شوية وندى جت ومعاها كوباية المية. ياسمين اخدت منها الكوباية وشربتها كلها في لحظة. وبكده يكون الفصل بتاعنا النهاردة خلص. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه. عاوزاكم بقى تكتبولي في الكومنتات، تفتكروا ياسمين هتحكي لندى صديقتها المقربة واللي زي اختها عن اللي بيحصل لها ده، ولا مش هترضى تحكي لها بعد الصوت اللي سمعته في ودانها؟ ويا ريت بقى لو الفصل عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية ان شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش كمان تسيبولي آراءكم اللطيفة. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.